مراكش يفوز على وداد فاس بهدفين مقابل هدف واحد. جمعية سلا 1-0 امام وداد تمارا. اتحاد تمارا 3-1 امام رجاء بني ملال. اتحاد زموري خميسات 2-1 امام الراك. شباب اطلس خنيفره يفوز على شباب مسيره هدفين مقابل هدف واحد. اتحاد ايت ملول 1-1 امام يوسفيه برشيد. بالنسبه لترتيب شباب قصبة تادله في المركز الأول ب40 نقطة، شباب أطلس خنيفرة في المركز الثاني 38 نقطة، أولمبيك تشيرا في المركز الثالث 36 نقطة، جمعية سلا 34 نقطة و33 نقطة لدى الراك وأولمبيك مراكش. وفي الآخر المراكز نجد كل من وداد فاس والنادي المكرسي ب 27 نقطة، وأخيرا اتحاد أيت ملول ب 25 نقطة. بالنسبه لبرنامج الجوله المقبله، نادي الكنسيه يستقبل اولمبيك مراكش، شباب المسيره يستقبل اتحاد ايت ملول، اولمبيك تشيرا يستقبل الرشاد البرنوسي، رجاء بني ملال يستقبل اتحاد زموري خميسات، والوداد الفاسي يستقبل جمعيه سلا، والراك يستقبل شباب اطلس خنيفره، يوسفية برشيد يستقبل شباب قصبة تادله، ووداد تمارا يستقبل اتحاد تمارا.